الجمال، مساء الطاقة الإيجابية. أيوة، الطاقة الإيجابية. من بعد الفيديو ده يا بنات 20 فكرة لأكلات بدون بصل. لكل اللي شايل هم أسعار البصل، من النهاردة مش هتشيلي الهم خالص. مدياكي 20 أكلة و20 فكرة لازم تعرفي تظبطي الميزانية، وكمان لازم تعرفي تفكري هتعملي أكلات إيه معايا. وبس القناة بجد يا بنات، بصي اللي فاتكم واللي جايكم تاني خالص، يعني لو مش مشتركة لازم تشتركي في القناة. انا دعاء ودي قناتي. لو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتي. يلا بينا يا بنات نخلي القهوة بتاعتنا هنا كده، وتعالي بقى نشوف ال20 اكلة هنعمل اكلات ايه وهنظبط ايامنا ازاي بالظبط بدون بصل. مش البصل اللي هيوقف حياتنا يا بنات، يعني خلي فيه طاقة إيجابية. حتى لو الحاجة غالية شوية معلش خليها عليكي شوية. هتعملي ايه؟ برضو بنمشي على قد ميزانية بيتنا. ما هو انت مش هتاخدي حاجة من النكد، ومش هتاخدي من الحاجة اللي انت تفضلي تقولي الحاجة غالية الحاجة غالية. طب هنعمل ايه؟ ليكي دماغ، ليكي فكر. هفكر هعمل اكلات ايه بدون بصل، او ابتدي مثلا ان انا بدل ما كنت بستهلك في الطبخه الواحده بصلايه كبيره، انا ممكن اعمل نص بصلايه صغيره. وفي اكلات كمان ممكن نستغنى عن البصل خلاص، يعني مش البصل خلاص هنطلع بيه السما السبعه. معلش يا بنات بس بجد استفزاز قوي. البصل بيغلى زي اي حاجه بتغلى، تمام ماشي. الاكلات اكتريتها كلها ببصل، بس مدياكي النهارده 20 فكره بدون بصل. يلا بينا من رغي كتير نشوف 20 اكله ل20 يوم. مثلا اول اكله معانا او اول يوم معانا هنعمل مكرونه بالصلصه، تمام. دي ما بنحط لهاش بصل خالص ولا توم. انا بعمل المكرونه بتاعتي عادي طبيعيه، زيت وابتدي انزل عليها بالطماطم، ملح، فلفل اسود وصلصه، وكمان معلقه سكر، وخلاص على كده. هتعملي بقى مع مكرونه بالصلصه دي ايه؟ اي حاجه براحتك خالص. انا هنا يعتبر مش منيو، يعني اللي هو الاكلات انا بديكي افكار. ممكن مكرونه بالصلصه تعملي معاها بيض، ممكن تعملي كمان معاها بانيه، تمام. ادي الفكره الاولانيه. الفكره الثانيه ممكن اعمل رز بسمتي او رز مصري، عشان اللي بيقول لي الرز البسمتي دي كده مش حاجه اقتصاديه، خلاص بديل الرز المصري البسمتي رز مصري عادي، واعمله برضو اصفر، ده برضو بدون بصل. انا بعمله بدون بصل. معاه بقى اي حاجه فكره ممكن اديكي مثلا تعملي جنبه مثلا اجنحه، تعمليها اجنحه كده زي الكنتاكي وتحمريها مع الرز الاصفر او الرز البسمتي. ادي تاني فكره. تالت فكرة معايا ممكن اعمل بطاطس مكعبات بالصلصة، بس دي بعملها بالثوم مش بالبصل. بتعملي التومة وتصفري معاكي شوية وتنزلي بالطماطم وتغلي غلوتين تتسبك، انزلي ببطاطس المكعبات عليها حبة ملح، حبة فلفل اسود مكعب المرقة، وخلاص على كده، وحبة بابريكا. هعمل مع بطاطس المكعبات دي رز بالشعرية، وممكن اعمل كمان معاها دبابيس، او استغنى مثلا عن الدبابيس ويبقى معاها مخلل او سلطة. نيجي بقى على رابع أكلة. المنيو ده يا بنات يعتبر بجد منيو اقتصادي. رابع أكلة هعمل ايه؟ هجيب جبنة قريش، وهعمل مع الجبنة القريش بطاطس مسلوقة. الجبنة القريش من قطعة صغيرة ابتدي اقطع عليها طماطم، ابتدي اقطع عليها خيار، واعمل معاها بقى بطاطس مسلوقة، تمام. ممكن بقى تعملي معاها بقى بتنجانية كده بابا غنوج لو انت عايزة، لو تستكفي بالاتنين دول تمام، مع عيش وبتنجان مخلل مثلا. حلوة قوي الأكلة رقم 4. رقم 5 ممكن اعمل اي نوع مكرونة، ممكن تبقى الصغيرة بتبقى حلوة. اعمل مكرونة محمرة واشوح معاها كبد وقوانص، لا بصل ولا اي حاجه خالص. ابتدي اقطع الكبد والقوانص صغير قوي، وهبتدي اشوحها واحط عليه حبه ملح، فلفل اسود، حته تومه، حبه قرفه، عارفه بتطلع زي العسل. ممكن كمان رقم 6 اعمل بيتزا في البيت. اعمل عجينه البيتزا، اجيب الدقيق واظبط البيتزا بتاعتي واعملها بقى بيتزا بالسجق او بيتزا بالسوسيس بدون بصل. برضو احمر السوسيس او احمر السجق وابتدي اقطعه طرنشات واقلب عليه بقى الطماطم والفلفل. عندك بقى حبه جبنه مبشوره، تمام، حبه زيتون، واعملي بيتزا في البيت يا اما بالسجق يا اما بالسوسيس من غير بصل. اهو يا بنات لحد دلوقتي ماشيين تمام. هاتي بقى ورقه وقلم. لو انتي كنت فاكره انك مش هتستفادي بجد هتستفادي، ولو لسه ما دوستيش لايك دوسي لايك واكتبي لي عايزه منيو ايه او ميزانيه ايه، وانا تحت امرك بجد. بجد انا بحبكم جدا، واي حاجه بتطلبوها مني ببقى عايزه انزلها لكم على طول.
سابع يوم او سابع اكله معايا هجيب العيش السوري اللي بيتباع تحت الكيس كله على بعض، مش عارفه فيه 8 فيه 10، برضو الاسعار بتختلف، ب 20 ب 25 ب 30 مش عارفه. البطاطس الجديده طلعت يا بنات، انا جبتها ب 13 جنيه، الجديده طلعت جبتها ب 13 جنيه. ممكن اجيب العيش السوري وابتدي اجيب بطاطس احمرها، احطها كده في العيش السوري، عليها بقى طحينه ماشي، عليها كاتشب ماشي، براحتك خالص. هنيجي على تامن فكره، هعمل ايه؟ جلاش بالجبن. اي نوع جبن بقى متوفر عندك، ممكن كمان تعمليها بالبسطرمه، زي ما تحبي، بالجبن بالبسطرمه. بصي اي نوع جبن عندك، حتى لو جبنه قريش، وتبتدي تعملي لفه الجلاش، بجد بتطلع حلوه جدا. ممكن تعملي لفه الجلاش عادي، تفرديها وتقطعيها، ممكن كمان تعمليها اللي هي الملفوفه دي، اللي هي اصابع دي، برضو بتبقى شكل جديد. نروح على تاسع فكره او تاسع اكله. هنعمل ايه؟ هعمل رنجه. هجيب رنجه هظبطها عليها حبه الخل بقى والزيت والليمون بتاعي، ربطه جرجير ماشي. والبصل الاخضر مش غالي، لو انت لقيتيه غالي خلاص يا ستي استغني عن البصل خالص، مش مشكله. هاتي بقى الجرجير وظبطي بقى الرنجه. بجد الرنجه اصلا مش بتبقى محتاجه اي حاجه خالص. هنيجي بقى على 10 اكله او 10 يوم، هنعمل ايه؟ هعمل ملوخيه. ايوه ملوخيه. هقولك بقى الشوربه بديل البصل تعملي ايه. هاتي الشوربه لما انت تيجي تحطيها مثلا على البوتاجاز، انت حطيتي الميه تمام، حطي عليها حبه فلفل اسود، ركزي معايا، مكعب مرقه. بصي بقى الحاجه الرهيبه اللي تديلك للشوربه، بصي توديها في حته تانية خالص، كرفس. هاتي ربطه كرفس تمام، وقطفيها كده زي الملوخيه، اغسليها كويس قوي، حطيها عندك في الفريزر. اما تيجي تعملي الشوربه، حبه كرفس كده صغيرين على الشوربه نفسها، بجد هتستغني خالص عن البصل في الشوربه، في اي شوربه بتعمليها. جربي وعلى ضمانتي، واكتبي لي في الكومنتات. يبقى هعمل ملوخيه، هعمل رز بالشعريه، هعمل معاها اي حاجه. تقدري كمان ملوخيه ورز معاها مخلل او معاها سلطه، ممكن ملوخيه ورز بقى معاها دبابيس ماشي، معاها اجنحه، معاها اوراق، الحاجه المتوفره عندك. انا المهم في المنيو بتاعي او ال20 اكله دي، المهم عندي ان هي بدون بصل. نروح على 11 او اليوم ال11، اجيب العيش الكريب بتاعي، اقدر اظبطه، اقدر اعمل ايه؟ اقدر ابتدي احط جواه بانيه، او احط جواه بطاطس محمره، او اي حاجه، بس ان هي مثلا تبقى بدون بصل تمام. هنيجي على اليوم ال12 او الاكله رقم 12، هعمل ايه؟ هعمل رز ابيض عادي خالص، واعمل جنبه بيض مسلوق ومعاه سلطه. الرز والبيض ده لا محتاج بصل ولا اي حاجه. اليوم ال13 هعمل ايه؟ هجيب قرنبيطه كده قلبها ابيض زيكم يا قمرات، هعمل قرنبيط وبطاطس محمره او بطاطس مسلوقه، الاكلات الشتويه القمر بتاعتنا. هنروح على اليوم ال14 او الفكره رقم 14، هعمل طاجن رز معمر، واعمل معاه اي حاجه بقى خالص. ممكن اعمل معاه صينيه بطاطس، ممكن ان انا اعمل الرز المعمر ده واقطع قطع فراخ صغيره كده، لا من غير بصل ولا اي حاجه خالص، تتشوح كده بفلفلايه، وابتدي اقلبها على الرز المعمر، بجد ما بيحتاجش اي حاجه معاه. الرقم 15 هجيب ايه؟ هجيب كبده شرايح، هعملها كبده بالرده، وكمان هجيب بقى العيش بتاعي بقى لو عندي تموين، وهعمل سندوتشات كبده بالرده، عليها بقى كاتشب، عليها طحينه، اي حاجه، عليها سلطه، براحتك خالص. بصي هتعرفي تظبطي والله العظيم، لو قعدتي تفكري تجيبي ورقه وقلم كده وتقعدي زي ما انا ما بقعد، وابتدي ان انا اكتب الاكلات بتاعتي اللي بدون بصل، او اللي بتستهلك بصله صغيره او نص بصلايه صغيره، الدنيا هتمشي. الدنيا عمرها ما هتقف عشان البصل، عمرها ما هتقف عشان البصل يا بنات. اهم حاجه انت كويسه، اولادك كويسين، قاعده في شقه ليكي سقف، الحمد لله ربنا انعم علينا بنعم كتير جدا جدا لا تعد ولا تحصى. يعني لما البصل يبقى غالي شويه انا بهون عليكي، انا بديكي طاقه ايجابيه، بلاش الطاقه السلبيه. وبلاش يا بنات تفضلوا تقعدوا مع ناس او تقفوا مع ناس في الشارع تفضل تندب على حالها، بجد بيديكي طاقة سلبية مهولة، ما بتحسيش بيها غير بعد كده. لو انت قعدتي مع حد قاعد يشكيلك يشكيلك يشكيلك، هيشيلك همه، هتروحي البيت انت مقريفة متضايقة ما تعرفيش من ايه، وكان هو ده السبب. خليكي قولي الحمد لله، قولي الحمد لله.
وصلنا للكبده بالرده، صح كده؟ دوسي لايك بقى، دوسي لايك بقى. انا نفسي القناه تكبر يا بنات، بجد انا مبسوطه، عندي طاقه ايجابيه جامد قوي، حاسه اني هنجح وهنجح. رقم 16 سمبوسه. تقدري تجيبي السمبوسه القمر بتاعتك وتعمليها بالجبن، اي نوع براحتك خالص. ممكن اعمل السمبوسه بالجبن زي بطاطس محمره، حلوه قوي، جميل زي الفل. او سمبوسه بالجبن معاها مثلا مكرونه بالصلصه، اي حاجه اي حاجه بجد، الدنيا بتمشي. رقم 17 يا جمال ويا حلاوة العسل الأسود. أجيب بقى عسل أسود كده قمر، وأجيب بقى فطير وأقعد آكل عسل وفطير، أو جبنة قديمة وفطير، صح ولا إيه؟ بصي أفكاري إزاي؟ هل أنا عايزة بس كان بيجي في دماغك الأفكار دي كلها، ولا أنتي كنتي قاعدة حاطة إيدك على خدك تقولي أنا مش هعمل أكل عشان البصل غالي؟ رقم 18 ممكن أعمل إيه؟ أي نوع سمك براحتك خالص. في ناس كتير قوي بتاكل السمك بالعيش، او سمك معاه رز ابيض، مش هيقولك لا، او سمك بعيش ومع سلطه ومع طحين، والله بتمشي، قولي الحمد لله بتمشي. رقم 19 هعمل ايه؟ هعمل احلى صينيه مسقعه. ممكن بديل الزيت ان انا اعملها في الفرن يا بنات، او في لو حد عنده اللي هي الهوائيه دي ممكن تعملي فيها، ومعاها جرجير ومعاها عيش. رقم 20 هنعمل قلقاس. قلتلك الشوربة هنعملها ازاي بدون بصل. هعمل قلقاس، هعمل رز بالشعرية، وهعمل معاه بقى اي حاجة براحتك بقى. عايزة تعملي قلقاس ورز وحبة مخلل، تمام. قلقاس ورز وسلطة، تمام. قلقاس ورز وفراخ بقى، أجنحة، دبابيس، براحتك. أنا كنت بقولك إن أنا أهتم بالعشرين أكلة، المهم كان عندي البصل، واديني حلت لك المشكله. يا رب اكون قدرت ان انا افيدك، يا رب اكون قدرت اديكي حتى طاقه ايجابيه، او اطلعك من المود اللي انت فيه. ادخلي بقى اعملي لك حاجه حلوه كده تشربيها، بتحبي تشربيها، ويلا بقى اشتركي في القناه لو مش مشتركه، ودوسي لايك. بجد القناه مليانه افكار، مليانه اكلات اقتصاديه، مليانه كمان منيوهات وميزانيات بتعب فيها جدا، وربنا مش بيضيع تعب حد. اسيبكم في حفظ الله، باي باي يا احلى امارات في الدنيا كلها. مستنيه الكومنتات بتاعتكم واللايك بتاعك.